رونالدو، الاسم الذي لا ينسى في تاريخ ريال مدريد. 9 سنوات مليئة بالإنجازات الاستثنائية، 450 هدفا في 433 مباراة، 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، والكثير من اللحظات التي أذهلت جماهير كرة القدم. لكن في صيف 2012 حدث ما لم يكن متوقعا. كريستيانو رونالدو يغادر ملعب سانتياغو برنابيو متجها نحو يوفنتوس. السؤال الذي طرحه الجميع حينها: لماذا؟ الإجابة ليست بسيطة. العامل المالي لعب دورا كبيرا. تقارير تشير إلى أن رونالدو لم يشعر بالتقدير الكافي من النادي بعدما رفضوا رفع راتبه ليناسب مكانته كلاعب الأفضل في العالم. هناك أيضا التوتر مع الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي وصفه رونالدو لاحقا بأنه لم يعامله بنفس الاحترام الذي توقعه. ولكن كان هناك أيضا التحدي الشخصي. رونالدو أراد تجربة جديدة، فرصة لإثبات نفسه في دوري مختلف وإضافة إنجازات جديدة لمسيرته. واليوم مهما كانت الأسباب، القصة أصبحت جزءا من إرثه الكبير في عالم كرة القدم.